الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. لماذا لا يستجيب الله دعاءنا مع شدة إلحاحنا؟ وما هو علاج هذه الإشكالية العظمى والمعضلة الكبرى؟ وهذا السؤال أسأله لنفسي كل يوم وليلة، وأعتقد أنه يشغل بال الكثيرين من المجتهدين في الدعاء والذين لا يجدون لدعائهم أي صدى على أرض الواقع. عدم الجواب له أسباب متعددة، فإذا استغثت بأحد فلم يسمعني فلن يجيبني، لأنه لن يستطيع إجابتي إلا بعد أن يسمعني. والذي أستغيث به قد يسمعني ولكن يكون ضعيفا، فيكون ضعفه سببا في عدم إغاثته لي. وعندما أستغيث به قد يكون فيه شيء من القوة، ولكن ليس به قدرة على تحقيق ما أريد، فيمنعه من إجابتي العجز. وقد يكون الذي أستغيث به وأريد منه مالا مثلا قد يكون فقيرا، فالفقير لا يملك المال، وفاقد الشيء لا يعطيه، فكيف شخص يعطيني مال وهو لا يمتلكه؟ فقد يكون الفقر مانعا للجواب. وعندما يكون المستغاث به غنيا لكنه بخيلا وشحيحا أيضا لن يجيبني، لأنه وإن كان ممتلكا للمال لكنه لا يمتلك للصفة التي تعينه على بذل هذا المال لمن يحتاجون إليه. إذن فعدم الجواب قد يكون عدم السماع، وقد يكون عدم القوة، وقد يكون عدم القدرة، وقد يكون عدم الغنى، وقد يكون عدم الكرم، يعني قد يكون صمما، وقد يكون عجزا، وقد يكون ضعفا، وقد يكون فقرا، وقد يكون شحا وبخلا عياذا بالله عز وجل. ولكن أنا الآن أستغيث بالله، فيقينا هذه العوائق ليست متحققة عندما تكون الاستغاثة بالله عز وجل، فلا أسمع لي من الله عز وجل أحد، وهو أسمع السامعين سبحانه وتعالى عز وجل. وكذلك كل قدرة في قدرته عجز سبحانه وتعالى، فهو القدير ذو القدرة المطلقة، وهو القوي ذو القوة المطلقة، وكل قوة في قوته ضعف. وكذلك هو الغني، وهو مالك السماوات والأرض، وهو بيده خزائن كل شيء. وكذلك أيضا لا يمكن أن يكون المانع من جوابه سبحانه وتعالى شحا، فهو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى عز وجل، وكل كرم في كرمه شح وبخل. وهو ذو اليد السحاء سبحانه وتعالى التي لا تغيضها النفقة. فإذا كان الله سبحانه وتعالى السميع ذو السمع المطلق، والقدير ذو القدرة المطلقة، والقوي ذو القوة المطلقة، والغني ذو الغنى المطلق، والكريم ذو الكرم المطلق، فلماذا مع كل هذه الصفات الطيبة المتحققة في ذات الله عز وجل لا يستجيب الله عز وجل دعائه؟ لماذا؟ أعتقد أن جواب ذلك فيما قاله أبو الدرداء رضي الله عنه عندما بكى عندما فتحت قبرص، فبكى بكاء شديدا، فسأله الناس: يا أبا الدرداء، كيف تبكي في يوم نصر الله فيه الإسلام وأعز المسلمين؟ فقال: انظر إلى هؤلاء، يعني الذين فتحنا بلادهم، وهم يبكون ويشعرون بالذلة والضعف والمسكنة. فقال له كلمة أعتقد أن فيها الحل أو فيها الجواب لما نحن فيه الآن. قال: ويحك، ما أهون الخلق على الله إن هم أضاعوا أمره. ويحك،
ما أهون الخلق على الله إن هم أضاعوا أمره. ما أهون الخلق على الله إن هم أضاعوا أمره. فهذا هو الحل، أو هذا هو الجواب. هواننا على الله عز وجل. نحن هان أمرنا على الله عز وجل. نحن هان أمرنا على الله سبحانه وتعالى عياذا بالله، نسأل الله السلامة. فيجب علينا أن نبحث في أنفسنا لماذا هان على الله أمرنا فلم يعد يستجب لدعائنا؟ لماذا لا يستجيب الله عز وجل دعاءنا لهواننا على الله؟ لماذا هن على الله؟ وهذا أيضا سؤال أهم، يبقى السؤال قائما. لماذا هان على الله أمرنا؟ هان على الله أمرنا لأننا أضعنا أمر الله عز وجل. فالواجب علينا إذا أردنا أن نخرج من حالة الهوان على الله سبحانه وتعالى أن نغير ما نحن عليه من المخالفات الشرعية. وفيما اكتسبته من خبرات أن لكل إنسان في هذه الدنيا تأويلاته التي تجعله في حالة رضا عن النفس. فتجد كل إنسان يشعر بحالة من الرضا عن النفس، ويشعر بأنه إنسان عظيم جدا وتقي جدا وبينه وبين ربنا عمار. يعني عندما أتأمل حكاية كل إنسان عن نفسي أجد كل إنسان يعيش وهما. وأنا لا أخالفكم في أصل الهوان على الله عز وجل، فكلنا في الهوان سواء. لكن الذي أعتقده ميزة لي عن الكثيرين ممن هان على الله أمرهم أني أدرك حقيقة نفسي، ولا أعطي لنفسي أكبر من قدرها. أنا أعلم حقيقة نفسي فقط. لعل هذا هو ما يميزني عن الآخرين الذين يعيشون وهم القرب من الله، أو وهم الولاية الإلهية، أو وهم المعرفة بالله، أو وهم الصلاح، أو وهم التقوى، أو وهم الإيمان. أنا رجل أدرك حقيقة نفسي، لا تأخذني بنفسي الأماني ولا يغرني بالله الغرور كهؤلاء الذين قالوا آمنا. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهذه أحوالنا. نحن نؤمن بأن الله واحد لا شريك له، وأن محمدا رسول الله، وأن الجنة حق وأن النار حق. مسلمون، آمنا بالله ورسوله. لكن نحن مؤمنون بمعنى آمنا بالله ورسوله، مؤمنون بمعنى التصديق، لأن الإيمان المشترك لفظ قد يستخدم في عدة معاني. فنحن مؤمنون بمعنى مفهوم الإيمان بالله ورسوله، يعني إذا كان الإيمان ضد الكفر فنحن مؤمنون. أما الإيمان الذي أنفيه عنا ليس هو الإيمان بالله والرسول الذي هو ضد الكفر، إنما الإيمان الذي أنفيه عنا هو المنزلة. لأن بعض السفهاء الجهلاء، بعض الطعانين بالجهل والسفه والعته، يقول لك يعني هو هكذا يعتقد بأنه كافر ما دام هو ينفي عن نفسه الإيمان. لا أيها الجهول، الإيمان مشترك لفظي، بمعنى أنه قد يستخدم ضد الكفر وهذا لا أنفي عن نفسي فأنا مؤمن بالله ورسوله، وقد يستخدم بمعنى أنه المنزلة العليا التي أشار الله عز وجل عنها في كتابه العزيز: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وأسلمنا هنا هو القصد، هو بمعنى آمنا بالله ورسوله. فيجب علينا أن ننتبه إلى هذه النقطة أو هذه المسألة أو إلى هذه الجزئية. يجب علينا أن نتعلم دين الله سبحانه وتعالى، لأن أصل كل خير هو في تعلم العلوم الشرعية، وأن نعلم كيف نصحح طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يكون هدفنا في التعلم هو تصحيح العبودية،
ولزوم الطريق إلى الله عز وجل. هذا هو الهدف. فينبغي على الإنسان مهما حدث ألا يحيد عن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، لا يحيد الإنسان عن طريقه إلى الله عز وجل، ولا يترك الطرق على باب الله سبحانه وتعالى. وكما قال الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. يعني هذا رجل نزلت آية الهجرة، أمر الله سبحانه وتعالى جميع المؤمنين بالهجر، ولكن استثنى الله سبحانه وتعالى النساء والأطفال والكبار في السن من الرجال والمرضى. وقد أدركت الهجرة هذا الرجل وهو شيخ تجاوز 100 تقريبا، فقال له أولاده: إنك ممن عذر الله عز وجل، فامكث في بيتك واسترح على فراشك، فأنت لا تقوى على السير ولا تستطيع الوقوف على قدميك. فقال: لا، ضعوا السرير على الناقة. ووضعوا له السرير على الناقة وركب الناقة وأصر على الهجر. وعندما جاوز التنعيم، يعني خرج من مكة، مات، جاءه الأجل. فقال الناس: لم يفز بشيء، لم يفز بثواب الهجرة، وكذلك لم يفز براحة الفراش، فخسر الدنيا والآخرة. فكان لله حكم مختلف عن حكم الناس، إذ أنزل سبحانه وتعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. بمعنى أنه وإن لم يصل إلى الطريق الذي خرج فيه، يعني إن لم يصل للهدف الذي خرج ليصل إليه، فهو عند الله عز وجل من المهاجرين. فهو عند الله عز وجل من المهاجرين وإن لم يصل إلى الهجرة، في حين إن في ناس آخرون وصلوا إلى الهجرة ولم تكتب لهم الهجرة، لأنهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هناك أناس وصلوا المدينة ودخلوا المدينة وهاجروا بالفعل، ولكنهم عند الله ليس بمهاجرين. لماذا؟ لعدم خلوص نيتهم لله سبحانه وتعالى. بينما الذي لم يصل ومات في الطريق هو عند الله من المهاجرين وإن لم يصل إلى المدينة. بماذا؟ بصدق نيته. إذن نحن لسنا مأمورين بالوصول، لسنا مأمورين بالوصول، نحن مأمورون بأن نخرج في الطريق. فاثبت في الطريق يا عبد الله، ولا تيأس ولا تمل ولا تكل، واثبت في الطريق إلى الله عز وجل. اثبت في الطريق على الله، في الطريق إلى الله عز وجل، وإياك والملل وإياك واليأس، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمة الله إلا الضالون. واستمر في طريقك إلى الله عز وجل، واطرق باب الله سبحانه وتعالى. اترك باب الله ولا تفتر عن طرق باب الله عز وجل، لعل الله يفتح لك الباب قبل أن تموت بلحظة واحدة، فتنكشف لك الحجب أو ترفع عنك الحجب، حتى لو كان ذلك قبل أن تموت بلحظة واحدة. وحتى إذا لم يفتح الباب يكفينا شرفا أن نموت على الطريق وأن نموت على الباب ونحن نطرق الباب. فإذا لم يفتح فنلزم الباب، لأنه ليس لنا لا سبيل آخر لنا، لا نستطيع أن نغير الطريق، ولا نستطيع أن نترك طرق الباب ولا قرع الباب أبدا. فنستمر فيه، ولكن نصحح من أنفسنا، نصحح من أنفسنا، نتعلم العلم الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن يكون هدفنا في التعلم هو تصحيح طريقنا وتصحيح مسارنا إلى الله سبحانه وتعالى. لا يغيب هذا عن أذهاننا طرفة عين أبدا، لا نمل ولا نيأس ولا نكل. فإذا كانت هذه الكلمة أو هذه النصيحة نافعة لك، فأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياك العمل بها، وأن تحتسب في الدعوة إليها، وأن تحتسب في نشرها بين إخوانك، فإن ذلك من العلم النافع الذي نرجو ذخره بين يدي الملك غدا سبحانه وتعالى. اللهم إن كنت تعلم
أن ما تعلمه للمسلمين بألسنتنا وأقلامنا هو الحق الذي أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل وترضى عمن جاءك بغدا يوم القيامة عندك، فإني أعظم عليك القسم، اللهم إني أقسم عليك بوجهك الكريم أن تعجل فرجك، وأن تقرب غوثك، وأن تنزل نصرك، وأن تدبر لنا أمورنا. يا مدبر أمر السماوات والأرض دبر أمورنا فإنا لا نحسن التدبير، وعجل رجزك وعذابك ونقمتك على كل من يأمر بالمنكر أو ينهى عن المعروف أو يدعو إلى الشر أو يعلم الخبائث أو يمشي بين المسلمين بالفساد والفتنة والنميمة. اللهم من رمانا بسهم فاقتله بسهم، ومن مكر بنا فأهلكه بمكره، ومن كاد علينا فأبده بكيد، ومن دبر علينا فدمره بتدبيره، ونجنا سالمين غانمين يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.